السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم شهيوات وحدك بشرى مجدر. بالنسبة للاقتراح ديال هذا النهار فغادي نقدم لكم ميني كنافة مزينة بالفواكه الجافة وكذلك بحشوة الفواكه الجافة، كتجي مقرمشة، كتجي لون ذهبي. غادي نقدمها لكم بجميع الأسرار باش تنجح معكم، وكذلك باش تحصلوا على اللون الذهبي، وكذلك باش تحافظ على القرمشة ديالها. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير وندوزو جميع المقادير وطريقة التحضير، وشكرا على المشاهدة. وما تنسونيش باللايكات ديالكم، كذلك اللي مازال ما مشتركش في القناه ما ينسانيش بالاشتراك وكذلك بالتعليق المحفزه. هنا خديت واحد الكميه ديال الكنافه، خديت هنا 500 غرام. غادي نديرها في الهاشوار، يمكن لكم كذلك تقطعوها غير بالموس او لا بالسكين، طريفات صغارين، يعني ما طحنوهاش بزاف. هانتوما كما غادي تشوفوا معايا، يعني ما طحنوهاش حتى تولي لنا سميده. غادي نخليوها يعني شي شويه شاده في راسها. هانتوما هذا هو القوام كما غادي نوري لكم، يعني ما تطحنش بزاف حتى تولينا بحال السميده بهذا الشكل هذاك اللي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال السكر كلاصي. الدور ديالو كيخلي لنا الكنافه كتعطينا واحد اللون ذهبي، كذلك الحبات كيجيو متماسكين. ضفت هنايا نص كاس ديال الزبده دائبه، كذلك نص كاس ديال الزيت. الدور ديال الزيت كيحافظ لها على القرمشه ديالها وكيعطينا واحد اللون كذلك ذهبي. من بعد كنخلط ديك العناصر جيدا باش كتدخل لينا ديك الماده الدهنيه في الكنافه وكتلبس بها مزيان. هنا خديت الليمون، ديمول فرديين بهذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الليمون متوفر عندكم، يمكن لكم ديروا ديال المول عجيب، كذلك ديال لي كاب كيك، كما يمكن لكم ديروا كنافه فرديه في مول كبير. هنا كنحاول نوزع ديك الشعيرات ديال الكنافه على دوك ليمون. من بعد ما كندهنهم، ضروري تدهنوهم مزيان بديك الزبده، وكنحاول نوزع اولا كندير طبقه اولى. بالنسبه للطبقه الاولى فكتكون نوعا ما اكثر من الطبقه الثانيه، لان هذه ملي غادي نقلبوا الكنافه هي اللي غادي تجي الفوق، فهذه كتكون يعني كنديروا كميه كبيره ديال الطبقه الاولى بهذا الشكل هذا. كنحاول نوزعهم وكنخلي الكميه الثانيه اللي غادي نديرها كطبقه ثانيه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. غير تبعوا الطريقه وغادي تجي لكم ناجحه من اول تجربه. هنا خديت واحد الكاس وكنحاول نضغط عليها باش يعني كنضغط على ديك الكنافه باش كتجي مفينيه مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه فغادي نديرها انا بالمكسرات، كيف ما يمكن لكم ديروها كذلك بالجبن او الفرomاج والموتزاريلا، يعني اللي كان متوفر عندكم. هنا خديت واحد الكميه ديال العقده ديال اللوز، كذلك واحد الكاس كبير ديال الكركاع، حمرته شي شويه في الفران وهرمشته. وهنا عندي واحد 2 المعالق ديال البخاليني ديال اللوز، يمكن لكم تعوضوه بالكراميل. يعني بالنسبه للمكسرات اللي كان متوفر عندكم، يمكن لكم ديروا اللوز، يمكن لكم ديروا الكركاع، يمكن لكم ديروا الفول السوداني اولا الكاوكاو، يعني اللي كان متوفر عندكم. كنحاول نوزع ديك الحشوه على دوك ليمون اللي عندي بهذه الطريقه هذه. كندير تقريبا واحد المعلقه، انا كنستعمل يدي، يعني اكيد اليدين راهم مغسولين جيدا. وكنحاول نوزع ديك الحشوه ديالي، اولا كندير معلقه كبيره في كل المول ديال الكنافه، اولا دوك ليمون ديال شعيرات الكنافه. وغادي ندوزو للطبقه الثانيه، كنحاول نضغط عليها جيدا باش كتجي متماسكه وكتجي لاصقه في ديك الحشوه ديال المكسرات. هانتوما بهذا الشكل هذا كندير طبقه ثانيه ديال شعيرات الكنافه فوق ديك الطبقه ديال المكسرات بهذه الطريقه هذه، وكنحاولوا نضغطوا عليها بالكف ديالنا. هانتوما بهذا الشكل ديالنا راها ساهله. وبالنسبه للكنافه راه متوفره عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كدير وقيله 40 درهم للكيلو. يعني كتقولوا لهم عطيونا الشعيرات اولا العجينه ديال الكنافه راه متوفره وموجوده.
بهذا الشكل هذا. كنحاول نوزعها على دوك ليمول ديالي، ومن بعد كناخذ واحد المعلقه اولا 2 معالق كبارين من ديك الزبده حتى هي خلطتها بالزيت، وكنحاول وكنديرها فوق اولا في الوجه ديال دوك ليمول. ومن بعد غادي نستف هاد ليمول كاملين اولا هاد الكؤوس ديال الحديديه في الفران، اولا في اللاطه اللي غادي تدخل لينا الفران بهذا الشكل هذا. بالنسبه للفران فعندي مسخن من قبل، وكندخلو على نار معتدله تقريبا واحد 30 حتى ل 40 دقيقه، نار معتدله حتى كتحمر وكتاخذ لينا هذا اللون الذهبي. هذا هو الشكل ديالها، يعني من بعد ما كطيب النار راها كتزول بكل سهوله. الكنافه مدهونه بالزيت والزبده، وكذلك ليمون حتى هما مدهونين، فكتزول لينا بكل سهوله بهذا الشكل هذا. كنحيدوها من دوك ليمون، وكناخذ واحد شويه ديال العسل، يعني سخنت واحد شويه وخلطت معاه واحد 2 معالق كبارين ديال ماء الزهر، وكنسقي هاد الكنافه. بالنسبه للعسل فهو كيخليها متماسكه وكيحافظ على القرمشه ديالها، عكس السيرو راه دغيا كتبرد، اما العسل فكتبقى لنا مقرمشه، خصوصا الا بغيتو تحتفظوا عليها في المجمد، فكتبقى لنا مده طويله بنفس القرمشه ديالها اللي كانت عليها في الاول بهذا الشكل هذا. يعني ما تردوش انكم ديروها تسقيوها بالعسل. غادي نجيو هنايا الفينيسيون ديالها اولا التزيين، فيمكن لكم ديروا اي حاجه، يمكن لكم ديروا الشوكولا. انا خديت هنايا داك الكريمات راهم تيتباعوا بالعبار عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. هنا خديت الكريمه ديال البيستاش، كذلك خديت الكريمه ديال الفراوله اولا الفريز، وكذلك خديت الكريمه ديال تشيز كيك هي البيضه، وكذلك زينتها بخطوط ديال الشوكولا. يعني اللي كان متوفر عندكم من بعد غادي نزينها بحبيبات اولا بحبات ديال اللوز، من بعد ما حمرته واحد شويه بهذا الشكل هذا. كذلك غادي نزينها بحبات ديال الكركاع، وغادي نزينها كذلك بحبات ديال لاكاجو. يعني اللي كان متوفر عندكم يمكن لكم تستغناو على هاد الكريمات اولا الشوكولا غير بداك العسل، وتزينوها بالفواكه الجافه من الفوق. يعني اللي كان متوفر عندكم غادي تزينوا به هاد لي ميني كنافه ديالكم. هنا درت خطوط ديال الشوكولاته من بعد ما ذوبتها في حمام مائي بهذا الشكل هذا، وزينتها بالانصاف ديال الكركاع، زينتها بلاكاجو. هانتوما كما كتشوفوا معايا كتجي زوينه، كيجي واحد المذاق رائع، كتجي واحد القرمشه ديالها زوينه بزاف. ما ترددوش انكم تجربوها وتزينوا بها الاطباق ديالكم في هذا الشهر الفضيل، فغادي تعجبكم اكيد. انا عطيتها لكم بجميع التفاصيل باش تنجح معكم وتجيكم رائعه من اول تجربه. من بعد كندير هاد الاوراق ديال الدونتيل بهذا الشكل هذا، وكندير فيها دوك لي ميني كنافه، وكنستفهم في البلاطو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وما تنسونيش باللايكات ديالكم. اللي مازال ما مشتركش يشترك في القناه الى عجبو المحتوى، اكيد محتوى نقي ديال الطبخ ديال الحلويات، يعني بعيد كل البعد عن المعاطيه والتفاهه الخاويه. فكنتمنى انكم تشجعوني وتدعموني كذلك باللايكات ديالكم، بالتعاليق ديالكم المحفزه، باش يمكن لي نقدم الكثير والكثير. وما تنسونيش اللي مازال ما مشترك يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات. وكنتمنى انني دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنسونيش عافاكم بالاشتراكات اللي مازال ما مشتركش، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ديال لي ميني كنافه. هو دا الطبق من بعد ما زينته، والى فيديو قادم ان شاء الله.